مرحبا، إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لهذا اليوم حتكون طريقة عمل الميني بيتزا. حنجي طريقة تحضير العجينة. بالبداية حنذوب الخميرة بمي دافي ونص ملعقة من السكر ونتركها حتى تتفاعل. حنحتاج هنا تقريبا 500 جرام من الطحين، ونضيف له نصف ملعقة من السكر والملح. ومن بعدها حنضيف له 3/4 الكوب من الزيت وبياض بيضة وملعقتين من اللبن الزبادي. وحننزل عليها الخمرة بعد تفاعلها. وحنحاول نمزج كل المكونات بالمي الدافي، وطبعا مقدار المي هنا يعتمد على نوعية الطحين. بعد ما شكلت عندنا العجينة حنتركها تختمر، وحنبدي بتجهيز صلصة الطماطة. حنحمس هنا ملعقة من معجون الطماطة بقليل من الزيت. وحنزل عليها الطماطة بعد ما قطعتها على شكل قطع صغيرة. حنرجع للعجينة بعد ما اختمرت، وحنحاول نقسمها إلى كرات صغيرة. وتقدرون هنا تقيسون العجينة بواسطة ملعقة على مود تيجي أحجام العجينة كلها متساوية. من بعدها هنحاول نضغط على كرات العجينة من الوسط بالآلة الخشبية الخاصة بالعجين. وتقدرون تستخدمون أي كاس زجاجي متوفر عندكم يكون مناسب حجمه للعجينة. وبالشوكة هنحاول نضغط على وسط العجين. هنضيف هنا صلصة الطماطة اللي حضرناها كطبقة أولى للبيتزا. من بعدها هنضيف مبروشة جبن موزاريلا أو أي نوعية تفضلوها عندكم من الجبن.
أما حشوة البيتزا هنا فهي اختيارية، وتقدرون تتفننون بتشكيلة الخضروات وتنسيقها. حنطلي حواف عجينة البيتزا بواسطة الحليب. حندخلها الفرن بدرجة حرارة 170، بس طبعا يكون محمي سابقا. بعد ما خرجناها من الفرن حنحاول نطلي حواف البيتزا بالزبدة حتى تنطيها لمعان وتبقى طرية. وهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم للميني بيتزا، فأتمنى أن تنال رضاكم. فإذا أعجبكم فيديو هذا اليوم فلا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير.